السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة ده الفيديو رقم 7، وعذرا على تأخير في إنزال الشروحات والكلام ده، لأن غصب عني أنا كنت تعبان يعني. فالمهم هنشرح النهاردة إزاي تقسم الهارد ديسك بتاعك عن طريق برنامج بارتيشن ويزارد الإصدار 12 و9، واللي أنا هقوله ينطبق على الإصدارات كلها من 9 لحد 12 و9. تمام. الشرح هيكون عبارة عن طريق اسطوانة الصيانة 6.2 زي ما انت شايف كده. بإذن الله هرفعها لكم قريب. تمام. والشرح هيكون عن بارتيشن ويزارد ازاي تكبر المساحات بتاعتك، والشرح التاني اللي هعمله لك في فيديو تاني بعد ده ازاي تنقل الويندوز بتاعك من الهارد ديسك القديم الى الهارد ديسك الجديد اللي هو الاس اس دي، وده الاتش دي دي مثلا اللي هو القديم خالص. ازاي بقى تنقل الويندوز من هنا والداتا كلها تحطها هنا من غير ما تثبت ويندوز جديد والهارد يشتغل، اللي هو نظام الكلاون او الكلاون او على حسب المسميات. بس قبل ما اشرح لك وجب التنبيه عن نقطة واحدة فقط، اللي هي احنا ناس فنيين من 2000، وانا راجل مواليد 87. من 2000 ل 87 عندي 13 سنة. الناس اللي علمونا ما كانوش عندهم الاكسنت مثلا او اللغة عندهم جميلة مظبوطة، ففي عندهم مسميات غلط، مصطلحات غلط. يعني مثلا الفيديو اللي فات هتلاقيني بقول لك السوليت مش طبعا، هتلاقيني بقول لك السوليت. تمام. بتاع الرامات او البنك بتاع الرامات، ده اللي احنا اتعودنا عليه من الناس التقال بتاع زمان. تمام. اما المسمى الحديث هتلاقيه سلوت مثلا، بس احنا ما بنقولش سلوت. واخد بالك؟ نفس الفكره برنامج هارد ديسك اسنشنال، المسمى الصح هارد ديسك اسنشنال، لكن اللي كله متعود عليه هارد ديسك سنتينل. فاهمني؟ لان الاكسنت عندنا زي الزفت، اكسنت يا ريستيوت يا عيش. يلا بقى نخش في المفيد. معلش هرينا شويه. ايه اللي احنا هنعمله؟ هنقسم. تعالى يا حبيبنا، ادي بارتيشن ويزارد اهو. تمام. بعد ما بضغط عليه دبل كليك، طبعا الشغل كله عن طريق كليك شمال، بيظهر لي هنا البارتيشنات بتاعتنا اهي والهاردات بنفس التقسيمه بتاعتنا. انا ما بحبش الشكل ده، انا بحب اشتغل على الشكل اللي تحت ده. تمام. ليه؟ بيوضح لي ان هنا في داتا ومساحتها قد كده. العميل قال لي انا عايز اكبر السي اخليها 100 جيجا. حاضر يا عم العميل، كليك يمين هنا كده، اللي هو كليك يمين اهو، وقف هنا كده على موف ريسايز اهي. هو قال ايه؟ 100 جيجا، يبقى انا ما اقفش بقى على السي، هقف هنا على الدي اللي انا هاخد منه المساحه. كليك يمين واقول له موف ريسايز اهي كده، وهقلل المساحه من هنا، هاخدها من الايه، من هنا، وهقول له اوكي مثلا زي كده. طب يا عم معلش انا عايز اظبط المساحات. كل ما تحط مساحه هنا تظبط المساحه هنا، هيدي لك المساحه هنا في المكان ده. مثلا انا عايز هنا وليكن 70، انا عايز 30، اكتب له هنا كده مثلا 30 جيجا. انا بكتب 70، ده انا اللي دماغي تعبان. 30، 30 اهي. تمام. واقول له اوكي. اداني هنا 30 جيجا وهنا 70، يبقى كده 100. ازاي ادمج ده مع ده؟ اقف هنا على السي كده، كليك يمين اهي، واختار هنا موف ريسايز اهي، واشد المساحه دي من هنا كده، اشدها كده، خدت ال 30 جيجا كلها، بقت 100 جيجا اهي. واخد بالك؟ اقول له اوكي. كده انا كبرت السي عندي خالص اهو. بعد كده بروح اعمل له ايه؟ ابلاي. اوكي. خلاص كده هو قسم وخد مساحه من هنا حطها لي هنا. طيب لو مثلا المساحه موجوده هنا في الاخر، نفس الفكره، كليك يمين وموف ريسايز، واشد المساحات بتاعتي كده واقول له اوكي اهي. جاب لي المساحه هنا، اقدر اخدها برضو من ده، كليك يمين موف ريسايز اهي، واشد المساحه دي زي كده واهي، واقول له اوكي. كده يبقى انا كبرت وصغرت من هنا لهنا. واخد بالك؟ طب هل اللي احنا بنعمله ده هيأثر على الداتا؟ لا، ملوش علاقه بالداتا بتاعتك. الداتا زي ما هي. انت اهم شيء ما تضغطش كليك يمين فورمات او ديليت. اذا عملت حاجه من دول انت ده شملت الدنيا، وانت المسؤول مش انا. امشي على نفس الشرح اللي انا شرحته، وانا مسؤول ارجع لك اي داتا تتحذف. خلاص كده. ده كده الشرح بتاع ايه، ازاي تكبر البارتيشنات. طيب اشرح لك ازاي تنقل الويندوز بتاعك من على الهارد ده اللي هو الاتش دي دي مثلا، ونثبته على الهارد التاني اللي هو الاس اس دي اللي العميل جابه جديد اهو، مع الحفاظ على الويندوز بتاعك والحفاظ على الداتا بتاعتك اللي موجودة على البارتيشنات التانية هنا.
ازاي، وده انلوكيتد حته جديده فاضيه خالص. هشرحها لك في الفيديو الجاي يا معلم، مش هقصر معاك، واللي انا هشرحه لك المره الجايه هيبقى مهم جدا بمعنى الكلمه، لان في ناس فتح له ما يعرفوش اللي انا هقوله لك المره دي. انا نفسي لسه عارفها من قريب الطريقه اللي انا هتكلم فيها. ايه هي بقى الطريقه؟ نفترض ان الويندوز ده جي بي تي، وانا عايز اخلي لما انقل الداتا، اخلي الداتا عندي تشتغل والويندوز يشتغل على الهارد الجديد حتى لو ام بي ار. بمعنى اصح ويندوز واحد عندي يشتغل ام بي ار ويشتغل جي بي تي. ازاي؟ اشرحها لك المره الجايه واحنا بننقل الويندوز من على الهارد القديم للهارد الجديد. والطريقه دي مش هقول لك حصريا، هي قليل جدا، 1% يمكن اللي عارفها، واللي عارفها يكتب لي في الكومنتات ان هو عارفها، اشهد له ان هو راجل برنس. مع العلم مش هلاقي حد يقول ان هو عارفها، او قليل قوي لو حد عارفها. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعذرا على الإطالة. ده الفيديو رقم 7، انتظر رقم 8. السلام عليكم.